السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة مش هنحضر وصفة، ولكن هي معلومة على وصفة، بس معلومة مفيدة جدا جدا جدا. كتير بيشتكوا من ان البسبوسة بتطلع ناشفة، وكمان بيشتكوا ان هي بتطلع يجوا يسقوها الشربات ما بتشربش الشربات، وكمان بيشتكوا ان هي لزقت في الصينيه ومش مش عارفين يطلعوها، او لونها محمر من فوق والقاع مش محمر. ده كله هنشوف مشاكله تتحل في ايه. اول حاجه حبايب قلبي، بنجيب السميد زي ما انتم شايفين. سميد البسبوسه بيكون ناعم وابيض لونه فاتح، مش نجيب الغامق. دي اول سر، ده اللي بيجيب نتيجه ممتازه في الايه، في البسبوسه. طيب تاني سر، ان احنا نغلف، لازم نغلف حبيبات سميد البسبوسه بالسمن البلدي او الماده الدهنيه اللي انت هتعمليها بيها. تغلفيه كويس جدا، لان في ماده اسمها ماده الجلوتين داخل حبيبات البسبوسه، دي اللي بتنشفها. طيب في حاجه تانية بتنشفها، ايوه، انك انت تدخليها وانت لسه قايده الفرن. لازم تسيبي الفرن قايد على الاقل 10 دقايق. طيب في حاجه تانية، ايوه، انك انت وانت بتحطي السوائل، سواء لبن او واتيفر انت هتعجنيها بايه، او زبادي او كده، ما تكتريش السوائل، لا، حط المقادير الموصوفه في الوصف علشان ما تعيش معاكي. يعني ايه تعيش؟ يعني تربي طبقه كراست ناشف، ما تيجي تسقيها بالشربات ما تشربش. يا رب اكون فدتكم بالمعلومات دي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.